فيها الصين كانت في عام 97 أيضا في نفس التصفيات. هذه الكرة الآن ملعوبة، الله، جول! فهد المولد يسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي. الأخضر السعودي يسجل الهدف الأول. المنتخب السعودي يعيش مرحلة النهضة على أكتاف المليار، على أكتاف شعب المليار. نعيش النهضة والعودة للنهضة على أكتاف شعب المليار، والمنتخب السعودي يتقدم بهدف أول بواسطة فهد المولد. يا لها من لعبة، يا لها من لعبة بين الصغار من يولد كبارا في هذا المساء. بصاص للمولد، والمولد بص على المرمى الصيني، بص المرمى الصيني وسجل الهدف الأول. 1-0 للمنتخب السعودي للغاية. سعود كريري الكابتن المنتخب السعودي يضغط، والكرة موجودة على جهة اليسار، ووصول وفرصة خطيرة وهدف تعادل. هدف تعادل. مباراة سريعة جدا، مباراة قوية جدا، مباراة فيها هدف تعادل الآن لصالح المنتخب الصيني. هدف التعادل يأتي إذن للمنتخب الصيني بعد محاولة كانت جيدة للغاية. المنتخب الصيني نجح من خلالها في أن يسجل هدف التعادل وأن يعود مجددا في المباراة بعد أن ظل المنتخب السعودي متقدما لدقائق. المنتخب الصيني الآن يعود ويسجل هدف التعادل، يعود ويسجل هدف التعادل المنتخب الصيني. إذن هذه الكرة مرة ثانية أمامك، المحاولة التي نجح فيها المنتخب الصيني من تسجيل هدف التعادل والعودة مرة ثانية في المباراة. لكن الكرة ترجع، يعني شكرا لوبيز على هذه الثقة الكبيرة. هذه كرة ملعوبة، الله، الصقر هزازي حتى جول، سجل الثاني. هزازي يهز ملعب محمد بن فهد ويسجل الثاني، وابتسامة الماتادور، ابتسامة الإسباني بهدف ثاني بواسطة نايف هزازي. هزازي استثمار ولا أحلى، هزازي استثمار ولا أجمل. الله عليه، نايف هزازي شككوا في قيمته لأنه لم يسجل إلا مرة واحدة في المسابقة المحلية، لكن يرد ويقول أنا لاعب انترناشونال، أنا لاعب دولي، أنا لاعب انترناشونال، ويسجل هدف دولي، هدف انترناشونال، هدف ثاني لنايف هزازي. الأخضر يتقدم مرة ثانية في المباراة.